نرجع تاني لموضوع تسريب امتحانات تانية اعدادي الترم الاول 2024. هل فعلا امتحانات تانية اعدادي الترم الاول 2024 اتسربت ولا لا؟ هل فعلا امتحانات تانية اعدادي هتتسرب ولا لا؟ ولو فعلا في تسريبات هتقدر توصل للامتحانات ازاي؟ يعني لو امتحانات تانية اعدادي اتسربت هتقدر بقى توصل لها ازاي وتاخد الامتحان وتحل وتقفل والدنيا تمشي معاك تمام؟ وهل فعلا تقدر يعني تعتمد على التسريبات؟ هل فعلا تقدر يعني تكون واثق من التسريبات وتعتمد عليها ولا لا؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. هقول لك الامتحانات اتسربت ولا لا، وهقول لك تقدر توصل لها ازاي، وهقول لك هتعتمد عليها ولا لا. هقول لك الخلاصة في موضوع التسريبات. تعال مع بعض كده اقول لك الخلاصة. بس لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اللايك الحلو بتاعك وتعمل اشتراك في القناة واكتب لي كومنت كده، وتعالى مع بعض نشوف موضوع التسريبات. اول حاجة، هل فعلا امتحانات تانية اعدادي اتسربت ولا لا؟ هقول لك بقى الدنيا ماشية ازاي. اعتبرني كده يعني اخوك مثلا. بص يا سيدي، موضوع التسريبات ده يعني في تسريبات بنسبة 5%. يعني دلوقتي في تسريبات منكرش كده، بس بنسبة صغيرة جدا يعني قد كده، بنسبة 5% في تسريبات. وهقول لك ليه. أول حاجة، امتحانات تانية إعدادي بتكون مختلفة، احنا متفقين على كده. امتحانات تانية إعدادي بتكون مختلفة من إدارة للتانية، مش بتكون متوحدة أو مش بتكون واحد. يعني هقول لك إزاي. يعني مثلا محافظة المنيا اللي أنا منها فيها 9 مراكز أو 9 إدارات، كل إدارة ليها امتحان مختلف عن التانية. عرفت بقى إزاي؟ يعني الامتحان بتاع تانية إعدادي مش موحد. امتحان تالتة إعدادي هو اللي موحد على مستوى المحافظة، لكن تانية إعدادي مش موحد. دي أول نقطة. تاني نقطة، إن أنا أو غيري اللي بيسربوا، يعني مش قصدي انا، يعني انا مش بسرب ولا حاجه، مش هيسرب لك حاجه ببلاش، ومش هيسرب لك حاجه ب20 جنيه او 25 جنيه، لا طبعا. يعني انا اعرف ناس كانت بتسرب الامتحان، يعني مش عارف، انا ما اعرفش حد بيسرب، انا قصدي يعني ناس اللي هم الناس الاغنياء دول اللي معاهم فلوس مش احنا، كان يسرب الامتحان ب5000 ب6000 ب10000. لكن انت اخرك تدفع 20 جنيه 50 جنيه في الامتحان، فيعني محدش هيسرب لك امتحان ببلاش. دي اول نقطة برضو. اول حاجة عرفناها امتحان تاني اعدادي بيكون مختلف. تاني حاجة ان مفيش حد بيسرب حاجة ببلاش. طيب هنكمل مع بعض الفيديو برضو، كمل معايا اتقل شوية. طيب لو في تسريبات هتوصل لها ازاي؟ لو في تسريبات هتوصل لها عن طريق الجروبات، جروبات التليجرام، جروبات الواتس، جروبات ماسنجر، صفحات الفيس، زي ما تحب. اول حاجه نمسك جروبات الواتس. جروبات الواتس دي بتدفع فلوس 25 50 150 ويعمل لك بلوك ويقول لك مع السلامه. او جروبات ماسنجر بيخليك تدفع فلوس. يعني جروبات الواتس وجروبات ماسنجر بيخليك تدفع له فلوس، مثلا المادة ب20 المادة ب30 المادة ب50، وفي الآخر بتدفع له الفلوس وبيعمل لك بلوك عشان تكون عارف يعني. تاني حاجة جروبات التليجرام، هو بيستفيد منك ان انت بتدخل جروب التليجرام، بيخليك تنزل برنامج، البرنامج اللي انت بتنزله ده هو بيكسب عليه من خلال المتجر بتاع جوجل بلاي. انا دخلت جروب تليجرام قبل كده، لقيتها قناة عامة حاطط فيها لينكات بتاع تطبيقات، اللي عليك انك تدخل عشان تنفذ الشروط. يعني يا اما تحمل البرنامج، يا اما مش عارف تعمل ايه او تعمل ايه. هو بيستفيد منك من خلال كده، ولما يبدأ الامتحان يقولك مع السلامة، ما يعرفكش. تمام كده. او يبيع القناة اللي هو عاملها عشان يستفاد منها، بيبيعها. القنوات دي بتتباع على فكرة. بس كده. شوف انت بقى بالعقل كده، في حد يسرب لك حاجه ببلاش؟ انا مثلا عامل الفيديو ده، عامل الفيديو مثلا عشان مشاهدات، تعمل اشتراك حلو من عندك كده. بس انا عملت الفيديو مش عشان انصب عليك ولا عشان اقول لك ان انا هعمل كذا وهاخد منك فلوس، لا، عملت الفيديو عشان افيدك مش عشان انصب عليك في فلوس او اخليك تعمل اكتر من كده يعني. وانت حر يعني، ما عملتش لايك براحتك يعني.
تاني حاجة او اخر حاجة بشكل عام، هل فعلا تعتمد على الموضوع ده ولا لا؟ تكون واثق منه ولا لا؟ طبعا لا خالص، اوعى تثق في التسريبات ولا تعتمد عليها. يعني لو حد قال لك ان ده تسريب امتحان تاني اعدادي محافظة المنيا مثلا، مركز صمالوط، خد ذاكر منه هيجي، ما تعتمدش عليه. انت تاخد الامتحان وممكن بكره تروح تلاقي واحد غيره، انت اللي هتتصدم هنا. فما تعتمدش على اي تسريبات. اقول لك بقى الخلاصه بتاعتي انا. اول حاجه، سيبك من موضوع التسريبات ده. كميه المعلومات اللي انت بتذاكرها دلوقتي صدقني يعني هتنفعك بكره وبعده وهتفيدك والله، وما تزعلش. انا عارف الاقي كومنتات وتعليقات سلبيه جدا، اللي يقول لي يا عم احنا عاوزين ينجح، واللي يقول عاوزين تسريبات، مالكش دعوه. عارف انتوا لسه صغيرين ومش عارفين حاجه. اول حاجه، ذاكر واعمل اللي عليك. والله تاني اعدادي انت محتاج انك تنجح بس، والله ليه تحط نفسك في مدعكة انت ما مش جادها ويتنصب عليك، وخصوصا البنات يعني بيتنصب عليهم في حاجات تانية بلاش اتكلم عنها يعني. الكلام ده عن تجربة، وناس كتيرة كلمتني خاص بسبب ان هي اتنصب عليها. تمام. فحاول ذاكر واعمل اللي عليك. موضوع انك تاخد امتحان على الجاهز، وواحد صاحبك بيذاكر من اول الترم وطالع ميتين وحل امتحانات ودروس، وانت تاخد امتحان على الجاهز، هو مش بيحقد عليك، لا، هو هيحس بالظلم هنا، هيحس بالظلم انه اتظلم فعلا. فبلاش تحسسه بكده يعني، بلاش موضوع التسريبات. في زمايلكم بيذاكروا وبيتمرمطوا حرفيا، وهم دول في الاخر اللي بيذاكروا دول هم اللي بينفعوا في الثانويه، صدقوني. انت ممكن تنجح في تانية اعدادي بالتسريب وفي تالتة اعدادي بالتسريب، لكن تدخل الثانويه هتحول على طول، لانك مش هيكون عندك كم معلومات ولا تاسيس خالص. كده متفقين؟ واخر حاجه عاوز اقولها لك، ان التسريبات حرام وغلط. انت ما تعملش الغلط وتقول على صح وتبقى فخور انك عملت كده. انا قلت حرام في الاخر لانك ما كنتش هتقتنع بيها في الاول. تسريبات حرام وغلط، وبتظلم زميلك اللي تعب من اول الترم. وما تعملش الغلط وتقول عليه صح. واخر حاجه، ما تنشرش الموضوع ده وتكون فخور وتقول ان انا اتسرب لي الامتحان. ايه الفخر في كده؟ ايه الفخر؟ نفسي اعرف ايه الفخر ان انت ما ذاكرتش من اول الترم وتيجي تسرب الامتحان وتجيب درجه كويسه. انت فخور بايه؟ ما علينا يعني. الفيديو خلص. الناس اللي كملت الفيديو للاخر، اسف يعني انا طولت عليكم. سيبكم من موضوع التسريبات. انت في تانية اعدادي مطالب انك تنجح بس، ذاكر واعمل اللي عليك وان شاء الله هتنجح يعني، مش هتسقط ما تخافش. احنا على ايامنا احنا الواحد كان بينجح في تانية اعدادي كده. والايام دي برضه يعني النجاح في تانية اعدادي سهل، مش الصعب اللي انتوا شايفينه ده يعني. وما تخليش اي حد ينصب عليك والحوارات دي ويقول لك ابعت لي 50 و60. والبنات ما تخليش حد يقول لك كلميني خاص، رن عليا مش عارف صوت، رن عليا فيديو والحوارات لاخره يعني، وانت عارفين الكلام دوت. ذاكر واعمل اللي عليك وفي وقت ان شاء الله، وحل امتحانات وذاكر من المراجعات وهتلم الدنيا يعني، ما تقلقش. كده الفيديو بتاعي خلص، واستناني الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.